حالة غريبة صارت اليوم في الدوري البرازيلي وضحيتها نيمار. نيمار تم استبداله في المباراة ودخل مكانه لاعب ثاني، لكن المفاجأة كانت ان نيمار اساسا ما كان المفروض يستبدل. حكم التبديل هو اللي اخطأ في هذا الامر، فنيمار بعد ما استوعب الخطأ رجع للملعب مرة ثانية، ولكن حكم المباراة اعطى نيمار بطاقة صفراء لان التبديل خلاص تم وما في تراجع، على الرغم ان الخطأ كان مو خطأ نيمار بل خطأ المسؤول عن التبديل. وبعدها نيمار كان غاضب جدا واشار الى الكاميرا بورقة، هذه الورقة تحتوي على التبديلات واللي تأكد ان نيمار كان المفروض انه ما يخرج من الملعب. حدث جدا غريب بصراحة. سانتوس خسروا 3-0 في المباراة. بكره راح يتم الاعلان عن القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم. هل سيتم استدعاء نيمار ولا لا؟ خلونا نشوف وادعمونا بالمتابعة. وين هذا نيمار غادر أرضية الملعب من أجل تلقي العلاج، فجأة الحكم الرابع أشار بالتغيير ووضع رقم نيمار. اللاعب طبيعي جدا دخل أرضية الملعب. نيمار جن جنونه يا اخوان. الحكم الرابع رفض إطلاقا تغيير الرقم، واللاعبين ونيمار جن جنونه، ونيمار يشير إلى الكاميرا بالورقة أنه لا يوجد اسمه في التغيير. حاول نيمار مع الحكم الرابع أنه يقوم بإلغاء التغيير وإقحامه في الملعب، لكن الحكم رفض إطلاقا. رأيكم يا اخوان في الخطأ الكارثي اللي حدث؟ يا رجل يا رجل سلام عليكم. هو ليه نيمار اتعصب على الحكم بالشكل ده وطلع الورقه اللي معاه دي قدام الكاميرات؟ تقدر تقول ان دي اغرب لقطه تحكيميه هتشوفها في حياتك، لان اللي حصل مع نيمار ده حرفيا عبث كروي. محدش كان متخيل ان الحكم ممكن يعمل كده. يا راجل ده نيمار طلع عن شعوره في الصوره اللي قدامك دي. القصه بدات لما نيمار اتصاب وطلع بره عشان يتعالج، وفجاه الحكم الرابع قرر انه يعمل تغيير زي اي تغيير، ولكن الكارثه ان التغيير اللي حصل ما كانش نيمار اصلا، واللاعب اللي كان المفروض يخرج كان لاعب تاني غير نيمار. نيمار اول ما شاف نفسه بيخرج بره الملعب اتعصب جدا ودخل في نقاش حاد مع الحكم الرابع. والاغرب كمان ان نيمار بنفسه مسك الورقه بتاعت التغييرات الرسميه ووراها للكاميرات، وكان واضح في الورقه دي ان رقم نيمار مش موجود في خانه اللعيبه اللي هتخرج من الملعب. يعني الغلط واضح والنقل التلفزيوني اكد كل حاجه، ولكن رغم كل ده طاقم التحكيم رفض يرجع عن قراره، وبالفعل طلع نيمار بره الملعب بتبديل يعتبر اجباري او عافيه. تقدر تقول لقطه عبثيه ومستفزه جدا لنيمار، وفي نفس الوقت مضحكه بشكل لا يصدق. وده بيثبت لك ان الكره البرازيليه دايما عندها القدره انها تفاجئ العالم بحاجات محدش يتوقعها ابدا. انا تطلع مثلا لو طلعت مثلا سيد نيمار عادي، انما نيمار تطلعه بالغلط. يعني ما شفتوش؟ ما عندكش تلفزيون في بيتكو؟ عايش على الشطافه؟ طب ازاي طيب؟ نيمار رجع لارضيه الملعب بعد ما تلقى العلاج. الحكم يا اخوان قال له اطلع برا واعطاه بطاقه صفراء. الحكم قال له اطلع برا، الحكم صار مدرب فجاه. جماعه هذا اللي صار اليوم مع نيمار. نيمار طلع برا يتلقى العلاج، فجاه يشوف نفسه انه خارج يا اخوان المباراه وبدلوه. طيب سأل المدرب قال له انا ما بدلتك. مين اللي بدله؟ الحكم يا جماعه. الحكم جاب العيد وحط يا اخوان بالتبديل رقم نيمار. نيمار مصدوم. نيمار حتى يا اخوان بعد ما بدلوه راح عند الكاميرا زي ما انتم شايفين، قاعد يقول لهم ترى مو بأنا، شوفوا الورقه، مو انا اللي المفروض اطلع، مو انا اللي المفروض اللاعب اللي اطلع. مصدوم يا اخوان. هذه الاشياء كيف قاعد تصير يا اخوان؟ هذه الاشياء كيف قاعد تصير الحين؟ حتى لو التبديل يا اخوان تم بالغلط، المفروض انه عادي تعدله، عادي تعدله. لاعب زي نيمار ترى خروج ياثر، خروج ياثر. افضل لاعب بالفريق، نيمار اسطوره، ما يحتاج يا جماعه. الشيء اللي صار مع نيمار أمس شيء مرة غريب ومجنون. أمس كانت آخر مباراة يلعبها نيمار قبل ما يعلنوا التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل اللي حيلعبوا في كأس العالم. بعد ما إدارة سانتوس نقلوا المباراة لملعب أكبر وجمهور أكبر عشان يساعدوا نيمار مسكين عشان يتسلط الأضواء عليه، راحوا خسروا المباراة بنتيجة 3-0. والله يا أخوان الآدمي ذا الفترة الأخيرة صار مرة يحزن. بس الشيء اللي كان فعلا مرة غريب، في الدقيقة 66 من المباراة الحكم بالخطأ خرج نيمار بدل اللاعب اسكوبار، وهذا خلى نيمار ينفعل لدرجة انه اخذ الورقة وحطها قدام الكاميرا عشان يقول صار هذا انا، والله مو انا اللي اطلع. انشيلوتي صار كابوس نيمار في الفترة الأخيرة.